السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا حبايبي والله. تعالوا بقى النهارده نعمل صوابع زينب بطريقة سهلة جدا، مكوناتها سهلة جدا وموجودة عندنا في البيت. بس صغننة ازاي وجميلة ازاي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كوباية من دقيق البسبوسة، ومعايا هنا كوبايتين دقيق. احط دقيق البسبوسة على الدقيق الابيض عادي. معايا هنا باكو فانيليا، ومعايا هنا خميرة بيضة هاخد منها بس معلقة صغيرة، متحاوليش احط كتير عشان ما تبص منك. هنقلبهم حلو كده مع بعض. معايا هنا ربع كوباية من الزيت النضيف، ما تحطيش زيت عادي عشان طعمها ما يبقاش وحش يعني معاك. هنقلب بقى كده حلو الدقيق مع الزيت مع المكونات اللي احنا حطيناها. هنشبع الدقيق كده بالزيت حلو. بصي ما شاء الله. هنزل بقى كده بذرة من الملح كده، ربع معلقة صغيرة. معايا هنا كوباية من المية الدافية، ما تحاوليش تحطي مية كتير عشان العجينة ما تبص منك. هنفضل نقلب كده لغاية ما العجينة تلف معايا كده حلو، احس ان هي خلاص المية بتاعتها حلو قوي كده كفاية. هغطيها بقى واسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد ما ارتاحت بقى بس ما شاء الله العجينة بتتكلم عن نفسها. هجيبها كده ونلفها كده كور صغيرة، يعني حاولي ما تعملهاش كبيرة عشان لسه هي فيها خميرة، ممكن تنفش منك وتبقى كبيرة كده مش حلوة. يعني كل ما تصغريها كنت تبقى أحلى. هنكور بقى الكمية كده كلها كده اللي احنا عملناها. بعد ما نخلص بقى الكمية عندي بقى هنا مصفى، نجيب بقى حتة العجينة كده نفردها حلو، ولف كده بالراحة بالراحة بس الشكل عامل ازاي، وصغننة وحلوة كده وعلى قد على قد البوق. بصي ما شاء الله. ولازم تدوسي عليها من تحت كده عشان ما تفتحش منك قوي. وزي ما بقولك كده طول ما هي صغيرة بتديكي شكل حلو وطعمها جميل. نفرد كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك بقى البصامة اللي هي بتاعت الكحك دي ممكن تعمليها برضو على المبشرة بتاعت اللي بنبشر بيها البصل. اي حاجة اعملي بيها، ما توقفيش حالك. بص الكمية ما شاء الله. اجيب بقى كده طاسة. هنا طبعا عملنا السكر، كوبايتين سكر على كوبايتين مية، شريحة ليمون، وبعد ما خلصناه حطينا عليهم نقطتين من الفانيليا. هجيب بقى كده طاسة شوية زيت كده حلوين، وما تخليش النار عليه قوي، يعني خلي النار متوسطة عشان ما تدوش اللون، ومن جوه يبقى ني. بعد ما تدينا اللون الحلو دوت حطها بقى في العسل، ونقلب تقلبتين كده. نحط برضو بقية الكمية. بس ما شاء الله احلى صوابع زينب، ولا بقى نشتري من بره ولا اي حاجة. نجيب بقى كده طبق حلو كده عندي، وهنزل عليه صوابع زينب الجميلة ديت. بصي حتى النقشة بتاعتها جميلة جدا وما راحتش. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى يا رب تجربوها بقى وتقولوا لي ايه رأيكم. بشوفكم على الف خير في رعاية الله يا حبايبي. بصي من جوه عاملة ازاي. سلامة الله.